اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا صباح الفسفور. ايه ده يا احلام، تعالوا نعمل احلى واطعم شوربة سي فود ممكن تاكلي. جبنا ايه؟ جبنا كيلو بقلاويز ب20 جنيه، وجالنا زيارة جمبري. جالنا زيارة جمبري ده قلنا ايه، طبعا ما هنفوتهاش كده، حطيته كده في الفريزر وقلت له استنى ما يجي وقتك. وبعدين جبنا عليها كيلو بقلاويز ب20 جنيه، تلاقيه محطوط على الطريق كده اليومين دول كتير قوي، ما تفهميش ده موسم ولا ايه. وجبنا كمان نص كيلو من الكابوري. عايزين نعمل شوربة يعني مش اي كلام. نص كيلو كابوريا برضه ب20 جنيه، كانت ب40، بس كان طعمها حلو قوي بصراحة، يعني الراجل كان عنده ضمير وكانت مبطرخة. طبعا بنشيل حبل الرمل ده بخلة زي ما انتم شايفين كده، اللي هي خلة الاسنان دي. بتجيبي من عند الظهر كده وبتقومي حاطة الخلة اهو، ومشايلة اللي هو الحبل الرمل ده. بعد ما خلصناه كله حطيناه في ميه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده مسكنا بقى اللهم صل على النبي، البقلاويز واحده 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 واحده، لان في رمل والله العظيم قعدت اغسله بالواحده لما زهقنا وطفحنا. المهم مسكته قعدت اغسله بالواحده علشان الرمل اللي فيه، طبعا انت لو انت اهملتي في تنظيفه هتلاقي الشوربه بتاعتك طبعا بايظه. حتى المقفوله تفتحها بالسكينه كده زي ما انت شايفه وتنضفيها من جوه خالص. عملته مره واتنين وتلاته، لان شايفين الرمل، انا حبيت اصور لكم الرمل اللي في الحوض اهو، شايفين كل ده واقع من البقلاويز. بالواحده تغسليه بالواحده واشطفي ونقعيه في ميه تاني واشطفي. والراجل قال لي معلومه، قال لي حطيه في ميه وملح بدري، يعني ساعه قبل ما تعمليه بيطلع لسانه وبيطرد الرمل منه. فعلا نقعته بميه وملح، وبرده غسلته بالواحده زي ما انتم شايفين، وحطيته في ميه تاني لحد ما كمل غسيل بقيت الحاجه بتاعتنا. الكابوريا كانت صاحيه وكنت مرعوبه منها، غسلتها برضو غسيل حلو. والراجل قال لي كب عليها ميه سخنه علشان اللهم صل على النبي، علشان تموت يعني. شايفين الجمال؟ شايفين بتبرق ازاي؟ شايفين الجمبري عامل ازاي؟ شايفين البقلاويز؟ حاجه كده فله بتبرق كده في الحلق. حطيتها بقى اداها تشويحه وتقليبه، كل الكلام ده مع بعضه اهو. شايفين يا جماله؟ نطقي بقى كده، نطقي هتلاقي لونها قلب لاورنج في ساعتها. تعالوا بقى هنحط عليه ايه، تعالوا اما نقول هنحط بقية اضافاتنا ايه. هنحط مستكة وحبهان، انا عملتها بطريقة تانية على القناة، اللي حابب اي طريقة فيهم ممكن يستخدم. ورق لوري، ونطقي بقى لحد ما تاخد ريحة المستكة والحبهان كده مع بعض. طبعا مجرد ما بيشم النار زي ما قلت لكم بتحول اللي هو اللون الاورنج ده. حطينا بقى عليه حوالي بصلة متوسطة. معلش فصلت، عندنا يا ربي عندنا جنبنا شغل كده، وصوت الهيلتي او الشنيور فظيع. حطيت بقى عليها ايه لزوم الشوربه يا جماعه، حطيت بصله مفرومه، وحطيت حبايه من الطماطم، ونص فلفل حامي كده علشان ما تبقاش حراقه معانا قوي، وده اختياري. وحطينا ملح وكمون وكركم وكزبره. سامحونا بقى في الصوت ده، عماله افضل افصل علشان يبطل مصمم ان هو يزعجنا. قلبنا كل ده ببعضه كده، وهنغطي عليه النار ياخد من بعضه شوية، وبعد كده هننزل عليه بالمية اهو. شايفين؟ مية سخنة مية باردة يعني زي ما تحبي. وعملنا خطوة كمان عندك، بعد ما قلب شوية كده ضفنا عليه اللهم صل على النبي معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق، علشان الشوربة تربط معايا كده وتبقى ايه يعني جامدة شوية، يعني سميكة شوية. عندك بقى كريمة لباني حطي. وحطينا كمان معلقة توم مفروم. الشوربة كانت ريحتها تحفة وطعمها تحفة تحفة، اقسم بالله كان طعمها جميل جدا.
اخر خطوه عملتها حطيت معلقه من الكزبره الخضراء، وكده الشوربه معايا بقت جاهزه وزي الفل. تعالوا بقى اما نعمل الرز الصياديه، طبعا لزوم الجمبري. جبت بصله مفرومه وقلبتها حلو كده لحد ما لونها يغمق قوي، بس ما تحرقهاش، يعني اللون اللي انت شايفاه ده. نحط معاها كمان معلقه ثوم مفروم، واديها تشويحه كده بسرعه بسرعه، وبعد كده انزلي عليها بالميه. عملت ايه انا بقى؟ عايزه تاكلي احلى رز صياديه بالجمبري، حط شوربه الجمبري. يعني انا حطيت شوربه جمبري، وحطيت كمان حوالي كوبايه ميه، بس الازيد هي شوربه الجمبري. اقسم بالله هتاكلي حبه رز ما اكلتهمش قبل كده. حطيت بقى مع الملح بتاعي، وخدي بالك عشان الشوربه فيها ملح، وحطيت بابريكا وفلفل اسود، وحطيت كمان كمون، وحطيت كمان نص معلقه صغيره من السبع بهارات، ولو عندك بهارات سمك حطي. بعد ما قلبت شويه كده بالبصله خالص، نزلت عليها بالرز. شايفين بقى الجمال؟ وكمان حطيت ايه كرنيب من اللبن. ما عندكيش كريمه لباني حطي لبن، ومعلقه الكزبره اللي انا قلت لكم عليها. بس انا حبيت اجمع لكم الفيديوهات مع بعضها، يعني دي كنت الرز كنت ولعت عليه قبل ما احط لك الكزبره، بس قلت اجمع كله مع بعضه علشان يبقى الطبخه خلاص كده كامله متكامله. حطيت معيار الرز بتاعي اللي انا بعمله، وقلبت وظبطت الملح، ظبطت العقد بتاعها اللي هو بتاع الرز، العقد بتاعها بالميه وملحها مظبوط والدنيا تمام. غطي عليها بقى لحد ما يتشرب ميته زي ما انتم شايفين كده، وقلبي وسيبيه لحد ما يستوي. تعالوا بقى اما نغرف اكلنا الجميل بعد ما استوى بقى زي الفل. شايفين الرز حلو جدا. كنت قشرت حبيتين 3 من الجمبري كده، قلت اما احطهم في الرز ايه منظر، يعني واخدين بالكم؟ ما احنا ما كانش عندنا الجمبري يكفي يعني ان احنا نعمل شوربه ونعمله مع الرز. بس اقسم بالله لقمه رز تتاكل حاف، والله والله بجد بجد. الرز ده تاكليه من غير اي غموس، طعمه حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى حبيتين الجمبري كده اللي احنا قشرناهم نعملهم، نجرنش بهم الدنيا والطبق بتاعنا. وكده بقى سفرتنا بقت كاملة متكاملة بعد ما نغرف الشوربة بتاعتنا. بصي يا ستي بقى، كل شايفين من جوه كنت اسمى واحدة كده بوريها لكم، طعمه حلو جدا جدا، شكلها جميل. قبل ما اعمل الشوربة بتاعتي اشيل كده، ابدأ ايه اخد حبة جمبري على على كابوريا على بقلاويز، وبعد كده زودي الشوربة عشان تضمني ان كل طبق انت بتحطيه في الحاجة بتاعته. اهو زي ما انتم شايفين، قبل ما اعمل اي حاجه بحط الاول عشان اعرف انا حطيت ايه، وبعد كده احط الشوربه علشان اقدر اشوف الطبق اخباره ايه. شايفين الجمال؟ تحفه، تحفه جدا. الشوربه جميله جدا جدا جدا، ما شاء الله اللهم بارك يا رب، والف هنا وعافيه للي كان نصيب في حاجه. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه. لو وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك حط لايك، ما ننساش لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه علشان يوصلكم مننا كل فيديو جديد احنا بنعمله. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك ما ننساش لايك وشير للفيديو وتعليق حلو، وتقولوا انت بتشوفوني من انهي بلد. بحبكم جدا جدا، والى اللقاء، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير.